وكنزير في الصدر ديالي، وتنبغي نخرج، كنبغي البلاصه اللي كيكون فيها القران تنبغي نخرج منها. شوفوا معايا شنو وقع لهاد السيده هذه اللي تعرضت للسحر ودمر لها حياتها. سكينه كتعاود لينا قصتها كيفاش تعاشت مع السحر لمده طويله، وهذا الفيديو بالضبط دارته في 2021 اللي عاودت فيه المعاناه ديالها مع السحر. فهاد القصه ديالها ديما غادي تبقى عبره باش ما عمرك تثق في الناس اللي كتعاشر معاهم. كملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا قصه سكينه وباش تشوفوا العبره اللي كاينه في هذا الفيديو. فما تنساش دير متابعه ولايك وشي كومونتير، ويلا نبداو الفيديو ديالنا. في الفيديو اللي كان قبل من هذا كنت هضرت على الحاله ديالي وكيفاش وصلت لهذه الحاله. بغيت نشكر كاع الناس اللي تفاعلوا معايا من داخل وخارج ارض الوطن، واللي تفاعلوا كذلك مع لاله مولاتي على قبل الحاله ديالي، وانهم كانوا كيرشدوني بزاف ديال الرقات، كيقولوا لي سيري لهاد المدينه ولهاد المدينه. انا بغيت كنشكركم، ولكن بغيت نقول واحد الحاجه، لانه انا ما كنقدرش نسافر على قبل الالام اللي فيا، يعني ما نقدرش نمشي لمسافه طويله. و بزاف تيقول لي سري عند تعطيوني اسماء ديال الرقات، يعني الراقي الفلان الفلاني او الراقي الفلان الفلاني سيري لعندو في هذه المدينه وهذا، وتقول لي مرينا بنفس الحاله ديالك وتعالجنا الحمد لله يعني تفاعلوا معايا بزاف والناس بكاو يعني على الحاله ديالي وبغاو يساعدوني باي وجه كان. ولكن انا ما كنقدرش لظروفي، ما كنقدرش انني نسافر لاي مدينه، يعني كنبقى ما نقدرش نفوت زعما الرباط ولا الحدود فين انا عايشه. حسيت بالدعم النفسي، تنشكرهم بزاف على الدعم النفسي اللي قدموه ليا، زاد خلاني انني نزيد نصبر ونزيد انني نترجى الله ان شاء الله العلاج يا ربي. هما في الحقيقه انا ما كومونطاوش لي، زعما ما كاينش لي كومونتير سلبيين بزاف اكثر ما كاينين ايجابيين بزاف. غير هما اللي تيقولوا لي مثلا خليك من هذوك التفاهات، وانك شوفي الطبيب. بغيت نقول لهم انا راه 4 سنين وانا عند الاطباء، يعني نعس في احسن المستشفيات في المغرب، يعني المستشفى العسكري نعست فيه عام. شافوني كاع الاختصاصات ودوزت ابار، يعني لوبيتال ميليتير، يعني شفت هذا اختصاصات اخرين والو. تيقول لي ما عندك حتى شي حاجه. كيقول الناس كاين اللي كيقول لك ديري لي غام، ديري لي سكانير، هذا درت كل شيء، لي زاناليز كل شيء، درت لي كولوسكوبي لي فيبروسكوبي، ما كاين حتى شي حاجه. تيقول لي داتك نقيه ما فيها حتى شي حاجه. يعني سكيلفيت تسدوا البيبان ديال الاطباء يعني، وانا عرفت حالتي غير ما بغيتش زعما نتجه لشي اتجاه واحد اخر حتى نتاكد، يعني نفيريفي مزيان لا سونتي ديالي، عاد ابخي نشوف حل واحد اخر. وملي ما لقيتش الحل وشربت يعني كاع الدوايات جربتهم ما كاينش الحل، ف فاتجهت انني باقه نفس الالام، باقه نفس الالام، يعني ما كاينش تحسن. يعني كنحاول كندير كما كيوجهوني الناس، كيقول لي ديري الاذكار حسني راسك، هذا الشيء كله تنديرو يعني. وملي تنديرو تنتزير بزاف، يعني تنحاول لو ماكسيموم انني نكابتي راسي، زعما ما نمشيش ندك هذيك البال اللي كنت قلت في الفيديو اللي قبل انني كناخذها على قبل الحريق وهذا. ولكن ما تنقدرش، هذاك الشيء مجهد يعني فوق القياس. مشيت والو، يعني نفس الحاله كتكرر ديما، نفس لا سيتوياسيون ديما تتكرر. من بعد ما بزاف ديال الناس نصحوني بالراقي الدولي ابو ريحان، فلاله مولاتي تواصلت معاه وجاو عندي اليوم باش ان شاء الله. تنتمنى يكون العلاج من بعد الله على يديه، فان شاء الله يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. اش ولا نستغفرك واتوب اليك. بالنسبه احنا في هذه الحاله الانسانيه طرقت لها قناه لاله مولاتي، واللي هي عندها عده حالات انسانيه تتوقف معها من اول خطوه الى اخر خطوه. فاحنا لبينا النداء لاله مولاتي مع الحاله الانسانيه الاخت ديالنا اللي صراحه سكينه اسفاتنا واسفات جميع الشعب المغربي اللي داخل الوطن واخر الوطن. فنتمنى الله عز وجل بعد اطلاقات الصدد من هذه القناه والحمد لله المغاربه انه التحموا معها ووقفوا معها من ناحيه الرفع المعنوي ديالها. فبالنسبه الحمد لله كاع مشات عند اطباء يعني بكثره، ودات تحاليل ودات لي ريم لي بيلون ودات اي حاجه، يعني ما ربي ما جعلش الله الشفاء في فك الباب. فهي التجأت الله عز وجل، وحنا خاتنا كأسباب بإذن الله عز وجل، وهذا فضل الله عز وجل. فنتمنى إن شاء الله يكون الشفاء ديالها على الأيادي ديالنا بإذن الله عز وجل. وحنا راه الإشارة لجميع المغاربة، وحنا الحمد لله نطلب الله التوفيق ويوفقنا ما يحب ويرضاه. فمرحبا بها، وحنا جايين عندنا ان شاء الله تل المدينه ديالها، ونتمنى ان شاء الله يكون واحد الشفاء ان شاء الله يكتب الله في ميزان الحسنات ديالنا، ونطلب الله التوفيق والله يشافيها. اسال الله عز وجل على صحتها اليوم احسن من الامس، وجعل صحتها غدا احسن من اليوم. فشكرا لكم وشكرا للمغاربه كامله وشكرا لقناه اللامولاتي.
حسن على يومها حسن على وجهها وجهها حسنها حسن وصححها حسن وصححها حسن وصححها حسن وصححها الله بكل سعمل من خبائث الله بكل سعمل من خبائث الله بكل سعمل من خبائث بخبيث من قوة الله بكل حسن حسن على نفس وضعه في الفروج وضعه في الفروج مع الصحة وضعه على نفس القبر على قدر القلب وضعه على نفس القبر. انا ملي كندير الرقيه كنبقى مزيره بزاف يعني، وكنحس بشي حاجه كتبقى تلعب ليا في كرشي وكنزير في الصدر ديالي، وتنبغي نخرج، كنبغي البلاصه اللي كيكون فيها القران تنبغي نخرج منها. يعني انا هذا الشيء زعما باش عرفتوا انه عنده علاقه بالروحانيات ولا عنده علاقه بالرقيه، هو ان هذا الشيء قبل ما كنتش انا يعني كنت كيعجبني نسمع القران، كيعجبني نصلي، يعني كيعجبني بزاف، مثلا ما تيوقع لي حتى شي حاجه في الجسد ديالي، ولكن ملي مرضت وليت يعني هذا الشيء كنحس به اعتيادي كل نهار، خصوصا ملي كنزير، ملي كنسمع القران ولا كندير الرقيه الشرعيه. حسبي الله ونعم الوكيل، ديما تنقولها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني راه كيخسروا دنيتهم وآخرتهم وكيخسروا مع الله. هادشي اللي نقدر نقول، يعني اش غنقول، خليتهم لله سبحانه وتعالى. بغيت نشكر الراقي الدولي ابو ريحان على تكبد عناء السفر وجا باش يشوف الحاله ديالي ويشوف ويرقيني، وكنشكرو بزاف كنشكرو بزاف كنقول. وفي الاخير كنبغي نشكر قناه لاله مولاتي على المبادره ديالها الطيبه، لانها بقات مواكبه الحاله ديالي حتى الان، يعني من بعد التسجيل الاولاني والتسجيل الثاني. تنشكرهم بزاف، تنشكر جميع المغاربه اللي تفاعلوا مع الحاله ديالي داخل الوطن وخارج ارض الوطن، وكنتمنى انهم ما ينسونيش من الدعاء. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التشخيص اللي درنا الاخت سكينه ديالنا اللي محبوبه المغاربه كاملين داخل الوطن خارج الوطن، يعني تا هما مساكن تيعانوا معاه في صمت وكشي وما لقاوش الجهد ديالها. فاحنا بعد يعني كد العناء ديال السفر من مدينه الدار البيضاء الى المدينه ديالها ان شاء الله، يعني ما كنا جايين باش نديروا لها الرقيه الشرعيه ديالها في البيت ديالهم، ولكن ما كاين شي ناس يعني قاموا بالمنع ديالنا من الرقيه الشرعيه من العائله ديالها، من الوسط ديالها، لان من الخال ديالها انه منعنا. وحنا جايين اهل القران، اهل الله وخاصته، وانسان عيب انسان اهل القران يدخلوا عندكم البيت وكشي وتمنعهم ولا تخرجهم وكشي لا عيب. ولكن الحمد لله كاين واحد الجاره ديالها تبارك الله في المستوى، يعني الحمد لله رحبت بينا وفتحت لنا الباب ديالها، باب دارها وكشي، ودخلنا دابا حنا تندير الرقيه يعني في المنزل ديال الجاره ديالها. والحمد لله السيده هي الله يشافي البنيه ديالها، والله يجعل صحتها اليوم احسن من الامس، صحتها غدا احسن من اليوم. والحمد لله بعد التشخيص ديال الرقيه الشرعيه ديال الاخت سكينه، فتبين لي ان عندها روابط، ديال السحر الموكول وروابط ديال السحر المدفون، وعندها السحر المنثور في البيت، يعني لاخلاء البيت والتمريض وتشويه الجمال. يعني السيده يعني من ناحيه السحر يعني شويه واكله العصا. يعني نتمنى ان شاء الله يجعل الله الشفاء ديالها على يد ايادي ديالنا. ولكن يعني تنطلب المغاربه ان هي ما يمكنش لها يعني تنقل، وبالنسبه للحريق وكشي، يعني اللي كاين شي واحد انه يجي بعد المركز ديالنا، فهو احنا من ناحيه الحصص ديال على راسي ما كاين حتى شي مشكل بدون اجر. نسال الله عز وجل يتقبل منا هذا العمل. غير شي واحد يتكلف به، حنا عندنا ارتباطات مع ناس المراكز ديالنا، ما يمكنش لينا غتبقى تجي يومين عند السيده، يعني لابد من شي واحد لانه خصو يقوم بالواجب ديالو مشيني ويتوكل على الله عز وجل ويجيبها عندنا المركز ديالنا. وان شاء الله غناخذوا معاها الاجراء في يعني في الجلسات ديال الرقيه الشرعيه المطوله، لان هي محتاجه لرقيه صارمه، ماشي رقيه ديال يعني نقولوا حنايا رقيه يعني متوازنه، رقيه صارمه بالنسبه للحاله ديالها، لان عندها روابط. ثاني حاجه عندها يعني كانت يعني عندها تجديد للسحر يعني بشكل كل شهر او 3 اشهر او 4 اشهر. يعني لابد من دراسه اللي درسنا في هذه الحاله ديالها، خاصه ضروري ناخذ بعين الاعتبار داك الشيء اللي كشفنا في الجسد ديالها هو العارض اللي عندها. يعني خاصها رقيه مطوله وحصص مطوله يعني تكون فيها الصرامه، وباذن الله ان شاء الله تكون نتيجه باذن الله عز وجل. ومن يتوكل الله فهو حسبه، هذا حتما مقضيه، نحن نتوكل على سيد ربي، حاشا ربي انه يخذلنا.
ولكن بالنسبة للصحراء والناس اللي تيأذوا الناس والعائلات اللي تيأذوا البنات الفتيات، وهي يعني يكون سبب لهم في منعهن من الزواج والربط على الزواج، ويعني تمريضهن. يعني نطلب الله عز وجل، الله إلا كان غيهديهم الله في حكم الغيب، غيهديهم الله يهديهم. الا كانوا غيصم يعني نقولوا حنايا ياكدوا ويزيدوا يبينوا الشياطين انهم عندهم حقد على هاد الناس وحسد لهاد الناس وحسد العائلات، فنسال الله عز وجل ان يفرق بينه وبينهم. بالنسبه للاخت الكريمه، راه يعني السحر اللي وقع عليها سحر يعني ذا التمريض، سحر على حسب قبل الجمال ديالها، على قبل الدراسه ديالها، النجاحات ديالها، هادشي كامل تكون حاسدات في قلوبهن يعني دخن، فيقوم يذهبن إلى الصحراء فيعملن ما يعمل الشياطين، فنسأل الله عز وجل يتوليهم.